السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هاعمل معاكم الممبار القمر اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. الناس اللي ما كلتوش قبل كده بجد فايتكم كتير، بجد طعمه خطير، طعمه فوق الخيال. جربوه بقى كده وقولوا لي رأيكم لأنه بجد هيعجبكم جدًا. تعالوا على طول كده ندخل على الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوني أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة كده هنحضر التسبيكة بتاعة المحشي. جبت كوز الخلاط، حطيت فيه طماطم وحطيت فيه شوية مية، وهضرب الطماطم دي كويس جدا في الخلاط. أنا عايزة أنعمها خالص. طبعا أنا مش بصفي خالص الطماطم، أنا بضربها زي ما هي كده ومش بصفيها. ضربتها كويس جدًا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هاجيب البصل، بدال ما أقعد أخرّط بقى بصل وأعيّط ومش عارفة إيه والدوشة دي كلّها. وطبعًا أنتم عارفين إن المحشي بياخد بصل كتير، فجِبت معايا 3 بصلات كبار قطّعتهم بالنُص كده وحطيتهم في كوز الخلاط. أيوه، كوز الخلاط هو اللي هيخرّط لي البصل. بُصّوا بقى، مش باضرب كتير خالص، ضربة واحدة وافصل وضربة كمان وافصل. لو ضربنا كتير هتلاقي البصل بتاعِك ده بقى مَيّة خالص وبقى عصير بصل مش بصل متخرّط. وما ينفعش أحط الطماطم من الأول معاها البصل لإنه برضه هيبقى زي العصير وهينعم معاكِ خالص. أنا بعد ما بانعّم خالص الطماطم باحط البصل في آخر ضربتين وباضرب ضربة بسيطة خالص كده. شايفين هنا متقطّع قطع صغيرة معايا إزاي؟ كده بقى نجزنا في الوقت وكمان مش هنقعد نعيّط. خلّصنا كده، يعتبر خلّصنا التسبيكة بتاعتنا. هاحطها في حلة زي ما انتم شايفين كده. بعد ما حطيتها في الحلة حطي عليها شوية زيت، طبعا المحشي بيحب الزيت كتير، زودي شوية زيت. وهاخد الحلة دي كده واحطها على النار لحد ما تتسبك معايا. أول ما بتغلي معايا بهدي النار عليها شوية واسيبها لحد ما تنشف معايا بالشكل ده كده. وكده تسبيكة المحشي جاهزة معايا. محطتش عليها توابل ولا ملح ولا أي حاجة. هاجي بعد كده للرز بتاعي، انا غسلاه كويس جدا ومصفياه. هجيب بقى التسبيكه بتاعتي واحطها كده. انا مش بحط التسبيكه كلها مره واحده، يعني بحط واسيب شويه في الاخر كده علشان ممكن محتاجهمش. هقلب الرز كده، لو لقيت الرز معاكي بقى لونه احمر ومش عايز طماطم خلاص مش هحط بقيه الطماطم. لقيتيه لونه بهتان كده هتزودي بقيه الطماطم اللي انت شلتيها على جنب. هقلب بقى كويس جدا بالشكل ده كده. هنا بقى كده لقيت لون الرز بتاعي مش أحمر قوي، فضفت بقية الصلصة اللي عندي. وهقلبها كويس بالشكل ده كده. بعد كده هضيف التوابل اللي عندي، معايا شوية فلفل اسود، كمون، كزبرة، وشوية بهارات كده مشكلة. ومعايا كمان 3 4 فصوص توم مفرومين بالشكل ده كده. واخر حاجة هضيفها شوية الملح، وهقلب بقى كل التوابل دي مع بعضها كويس جدا في الرز كده. آخر حاجة هاضيفها معايا على الرز هنا وهي الخضرة. معايا هنا حزمة كبيرة من الشبت وحزمة كبيرة من الكزبرة، وقطعتهم طبعا قطع صغيرة خالص. هقلبهم بقى كويس جدا في الرز كده لحد ما يختلطوا مع بعض كويس بالشكل ده كده. وخلاص كده خلطة المحشي بتاعتنا تكون جاهزة وما خدتش معانا وقت خالص. هجيب معايا الممبار، طبعا احنا غسلينه كويس جدا ولونه ابيض زي الشمعة زي ما انتوا شايفين كده. باخد الممبار كده وبقلبه على صباعي كده علشان اعرف احشيه. وبيتحشى معايا بكل سهولة، ما بياخدش وقت خالص. شايفين سهل قد ايه؟ بحشي بالشكل ده وابدأ اوزع الخلطة بتاعتي في الصباع كده. ما ينفعش تزحميه علشان ما يفرقعش معاكي وكمان علشان يستوي. لو حطيتي رز كتير مش هيستوي معاكي خالص وهيفرقع معاكي. لازم توزعيه كويس جدا زي ما انتوا شايفين وتبقى بالشكل ده كده، ما يبقاش مزحوم خالص. باحطه بقى في الحلة زي ما انتم شايفين كده. هاعمل معاكم كمان واحد. باخده باروح قلباه بالشكل ده، باقلبه كده وابدأ احشيه. بيبقى سهل جدا وانتي بتحشيه، ما بياخدش معاكي وقت الصراحة. خلاص كده بعد ما حشيته ببدأ اوزع بقى الرز جواه بالشكل ده. واشيل اي رز زيادة بقى على الممبار من بره كده علشان ما يطلعش معايا في المية اي رز. ورصيته كله بالشكل ده فوق بعضه كده في الحلة.
باحطه على طول كده في الحلة اللي أنا باسوي فيها، وجبت معايا مَيّة مغلية، لازم تكون بتغلي كويس جدًا، وبانزل بيها على الممبار كلّه مرّة واحدة كده، مش باسقّط واحد بواحد في قلب الحلة لأ، باحط أنا المَيّة المغلية كلّها فوق الممبار كلّه مرّة واحدة كده. هاخد الحلة دي وأحطها على النار كده وأضيف في المَيّة دي شوية ملح، أنا مش باضيف أي حاجة خالص في المَيّة غير شوية ملح بس. وهاسيبه كده هاهدّي النار عليه واسيبه لحد ما يستوي معايا، طبعًا هنا بعد ما استوى معايا خالص أهو بالشكل ده، باشيله كده واصفيه من المَيّة، هاسيبه بقى لحد وشه ما ينشف معايا خالص قبل ما أحمّره علشان ما يقعدش يطرطش معايا زيت وكده، فباحطه على الصينية دي كده وباسيبه بقى لحد ما ينشف شوية معايا، بعد كده باجيب طاسة فيها شوية زيت وبابدأ أحمّره بالشكل ده كده، اللي بتحمر معايا باقلبها على الجنب التاني لحد ما تاخد اللون الأحمر الحلو ده من كل جنب. شايفين الجمال؟ لونه تحفة. وخلاص كده خلصنا الممبار القمر بتاعنا، شايفين الجمال؟ بجد فيه حلاوة كده، جربوه بقى علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده أنا خلصت الفيديو، يا رب أكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.